الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي هتشوفوا فيه الفيديو ده. بجد كان نفسي حد يجي كده يدافع عني شويه الاول ويقول لكم لا ما تزعلوش من سلومه دي بتحبكم كل الكلام ده، بعدين ادخل انا بقى بفيديو كده احكي لكم فيه عن الفتره اللي فاتت وكل الكلام ده. بس هو لازم ان انا اعمل كل حاجه، يعني لازم. مش عارفه اجمع كلام من كتر ما انا خايفه منكم، لانه فعلا رسايلكم الفتره اللي فاتت يعني هو انتوا بتحبوني مشكورين، بس انتوا عنيفين قوي في حبكم ليا. بجد انا كان بيجيلي رسائل تهديد شنيعه وكومنتات شنيعه برضه كنت بمسحهم، اللي هو ما ينفعش طفل يشوف الكلام ده. بجد بجد كنتوا بتخوفوني، وكنت ببقى عايزه اللي هو اقفل القناه مثلا واختفي. المشكله اللي ما كانش بيلاقيني على اليوتيوب كان بيروح لي على انستجرام، واللي حرام ما عندوش انستجرام كان بيدور عليا على الفيس. وفي ناس جابت رقمي، انا مش فاهمه ازاي رقمي بقى مشاع كده لكل الناس انه عادي اي حد يعرف يلاقي رقم سلومه. مش فاهمه الموضوع بجد بجد بجد. مش عارفه اقول لكم ايه، بس انا اسفه والله. اسفه، بجحة جدا، عارفه ان انا بجحة والله بجد. انا اسفه، اسفه على الاختفاء الكتير المفاجئ فيه ده، بس وحشتوني قوي، وحشتوني جدا جدا، وبجد مش مجرد كلمه بقولها وبس. والله 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 وحشتوني قوي قوي قوي. انتم جزء كبير قوي قوي من حياتي، يعني انتم 80% وبعدين 20% كده التانيين 10% واخدهم 2 من صحابي، والعشرة اللي باقي كده الجامعة بقى والشغل والحاجات دي كلها. فانتم متعرفوش والله بجد انتوا ايه في حياتي. فعشان كده انا زعلانة لزعلكم وان انا مقصرة معاكم، بس بجد كانت فترة صعبة. انا حققت فيها حاجات حلوة قوي، بس في المقابل برضو كان في حاجات كتيرة مش ظريفة خالص. فقبل بقى ما نبدأ، احنا كده اوريدي بدأنا. المهم قبل ما اقول لكم الحاجات الحلوة والحاجات اللي مش حلوة هنقول عنها ديتيلز بسيطة، والمفاجأة بتاعتي ليكم دي برضو حاجة. عايزاكم تحطوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة، وحبيب قلبي اللي بيعمل ديسلايك حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لو سمحت اعمل ديسلايك وما تنسناش. اوكي يلا بينا بقى نبدأ. بص بقى، للي يدري او اللي ما يدري، انا في رابعة كلية، ورابعة كلية يعني لازم الواحد يركز قوي علشان يظبط المعدل بتاعه علشان يتخرج بحاجة بنت ناس يعرف يشتغل بيها في مكان ابن ناس. يعني دي وجهة نظري البسيطة قوي. فانا كنت بحاول ان انا اركز شوية، لان المواد شوية صعبة وشوية رخمة، تخصصي مش ظريف خالص. فبحاول انه يعني اوازن بينه وبين الشغل وبين حاجات كتير قوي. دي اول نقطة. فانا كنت بحاول بس اظبط المعدل بتاعي واحضر بقى كورسات وكل الكلام ده عشان انا قدوة ليكم. فالقدوة ده مش لازم يبقى قدوة بس في مجال واحد، انه مجال بقى اللبس والكلام ده كله والالتزام، لا لازم كمان يبقى قدوة في الحياة العملية، انه يوري الناس اللي بتحبه قد ايه هو شاطر في دراسته وفي حاجاته. انا ليه بجد بسجل جنب البلكونة؟ ليه بعمل كده؟ المهم لازم يوري قد ايه هو ايه ده، في ايه؟ لازم يوري قد ايه هو شاطر وكتكوت وكل الكلام ده. فكنت بحاول ان انا بس اركز شويه في دراستي علشان ايه، بابا ما يطردنيش من البيت. دي نقطه مهمه جدا جدا لازم احطها لكم كده بالبنط العريض، ان انا ممكن اطرد في البيت لو المعدل بتاعي مجاش كويس خالص. دي حاجه. تاني حاجه بقى، انا كنت بحقق حلم من احلامي، حلم حرفيا، والحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب اتحقق بجد. وهو انه انا عملت براند قهوة، عملته لوحدي، عملته بكل تفاصيله. انا كنت بعمل كل حاجة حرفيا فيه، من الوصفة للديزاين، لان انا ادور على مكان احط عنده البراند، للدعاية، لان انا استورد الحاجات من بره، لان انا اشوف مصنع كويس. بصوا حرفيا حرفيا كل نقطة صغيرة انا اللي عملتها، يعني لوحدي كده، انا اللي كنت بعملها من A to Z زي ما بيقولوا. فالموضوع كان صعب عليا عشان حاجات كتير. اول حاجه ان انا معرفش حاجات كتيره في مصر، تاني حاجه ان انا ما كانش ليا تعامل كبير خالص مع، يعني فاهمين، مع بقى ناس اصحاب اماكن،
تجار، رجاله بيشتغلوا. ماليش تعامل انا مع الناس دي، ما بعرفش اتعامل خالص، وبيتعاملوا معايا ان انا هفق شويه، بالذات لما بيعرفوا بقى سني او يشوفوني، فاللي هو ايه ده انتي صغيره خالص، انتي جريئه قوي. المهم ما علينا. فكان كل حاجه حرفيا انا مسؤوله عنها لوحدي، كل التفاصيل كل حاجه انا كنت بعملها لوحدي. يعني اللهم التشجيع ما كانش مسؤوليتي خالص، كان مسؤوليه اصحابي. كانوا بيبعتوا لي كده كل شويه: سلمى تشجعي، سلمى انتي قدها، سلمى سلمى سلمى. فدي بجد برضو حاجه من الحاجات اللي ساعدتني قوي. فالموضوع خد مني وقت كبير قوي ومجهود كبير جدا، لانه الفكره مش متعارف عليها ان واحد يعمل براند قهوه ويقدمه في مكان. براند قهوه يعني ايه؟ يعني انت بتعمل كوب قهوه، سواء بقى ايس او هوت، تمام، وبتبقى متحكم في كل حاجه فيه. يعني ايه متحكم في كل حاجه فيه؟ يعني انا اللي بشوف نوع القهوه اللي هيتحط، الاسبريسو اللي بيتحط ده انا اللي بجيبه، وانا اللي بطحنه، وانا اللي بديه لحد يعني يعملوا شوت قهوه ويضيفوا الكلام ده كله. الوصفه بقى بعد كده، المكونات اللي بتضاف انا مخترعاها بلا شرف. يعني بلا شرف ايه بلا فخر، بلا شرف، استغفر الله العظيم يا رب. بلا فخر انا اللي مخترعه الوصفه، انا اللي عاملاها، ومشرفه على كل الديتيلز فيها، واللوجو انا اللي عاملاه وكل حاجه. بصوا زي ما انتم شايفين كده هنا في الكوبايه، ده اسم البراند سلمى كوفي، ده اللوجو بتاعي. الاسم اللي فوق ده اللي هو لابون باري، ده اسم المكان اللي بعرض فيه المنتج بتاعي. هو كافيه في المنصوره، وناس محترمين جدا 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 والله، مش بعمل لهم ماركتنج بس هم ناس حلوين قوي. دول اللي انا بعرض عندهم القهوه بتاعتي. وبيني وبينكم بعمل شاي بحليب تحفه. لو شربت شاي بحليب بتاعي هتبقى ناقم على كل الشاي بحليب اللي في كل كوكب الارض. فبجد لازم تشربوا الشاي بحليب بتاعي وتيجوا تجربوه، لازم، مش هقبل باي اعذار. المهم، اللوجو ده معناه ايه؟ يعني اللوجو ده انا محدش خالص عارف معنى اللوجو نهائيا، لدرجه انا حسيت ان انا عامله حاجه مش مفهومه. اللوجو ده دي اللي هي حبايه القهوه، ماشي تمام، جواها بقى بنت، يعني انه بنت هي اللي عامله حبايه القهوه. والبنت مش شكلها بنت عادي، لا هو شكلها فرعوني، انه بنت مصريه اللي عامله براند القهوه ده، عشان بفتخر جدا ان انا ايجيبشن وومن. بس ده بقى ده ثمره اختفائي وثمره تعبي. شوف الفخامه والاناقه بجد انا تعبت كتير، بجد حاسه ان انا عايزه اعيط من كتر ما تعبت عشان اعمل الكوبايه دي. المهم، هو ده كان حلم من احلامي فعلا ان انا اعمله. مش حلمي ان انا اعمل كافيه، لا، انا حلمي ان انا اعمل براند قهوه. بعد كده بقى نشوف هيتوزع فين وهيتعمل فين وايه الدنيا. وان شاء الله ان شاء الله قريب هيبقى موجود اونلاين، وقريب جدا هيبقى موجود في اماكن كتير غير المنصوره. بس هو حاليا موجود في المنصوره بس الخطوه اللي جايه لينا ان شاء الله ان شاء الله، يعني دي كده مفاجاه حصريه لشعب اليوتيوب، ان هو هيكون موجود في القاهره. فين في القاهره مش هقول عشان دي بقى مفاجاه تانية ان شاء الله. فبس انا كنت مختفيه بسبب ده، بسبب براند القهوه بتاعي، ان انا كنت بحضر له بجهزه، بشتغل على كل حاجه فيه زي ما قلت لكم. وبس الموضوع ما طلعش سهل خالص، حتى بعد ما اطلقته وقلت ان هو خلاص، بسم الله، قلت ان هو خلاص بقى موجود، كان بتواجهني برضو شويه صعوبات ومشاكل بقى وخامات ومش عارفه. انا يعني انا عموما بستورد بعض الحاجات، بجيبها من بره بستوردها، ما بشتغلش بحاجه متداوله، يعني عشان اجيب اعمل طعم مميز. فكانت الخامات تخلص، فاضطر ان انا اكلم حد، فالحد ده يكون تليفونه بصوا قصه كبيره قصه كبيره، وتضطري انك تسافري بقى وتعملي حاجات وسافرت في يوم القاهره باين لوحدي حاجه كده، وانا معرفش حاجه في القاهره، عشان كنت بجيب حاجه كده بس معينه، ورجعت بقى متاخر، كنت اطرد من البيت برضو. بس وفي قصص كفاح كتيره قوي. دي الحاجه اللي انا كنت حابه اقولها لكم، انه هي دي بصراحه كانت سبب كبير قوي في ان انا عطلت شويه الفتره اللي فاتت. وطبعا التحديات العاديه بتاعت اي بني ادم في الدنيا، ان هو بيبقى عنده تحديات، فالتحديات دي ساعات بيخسر فيها للاسف يعني، بيخسر حاجات كتيره،
وعادي يعني كل بني ادم معرض ان هو يخسر وان هو يكسب. الخسارة مش بتكون سهلة، بس البقاء للأقوى. هنعمل ايه يعني؟ خير، اي حاجة في الدنيا خير. المهم ان انا خلصت اختبارات، وبراند القهوة بتاعي بقى مستقر في مكان، وانا شطورة جدا وبجد نفسيا كويسة شوية. فخلاص بقى خلاص بقى انسوا قصة ان انا ادخل اقول لكم وحشتوني. ما عادش فيه وحشتوني، لان وحشتوني دي بقولها لكم لما اكون غايبة بقالي كتير، فلا ما عادش فيه بقى وحشتوني خالص. ده خلاص كل شوية اصدعكم. معلش يا عمو الربوبيك كده بس يخلص ان شاء الله ونكمل. ده كان بشكل يعني سريع. مش حابه انه اما ارجع كده ابقى برغي كتير بقى واوفر قوي في رغي. فده كان بشكل بسيط قوي انجازي الفتره اللي فاتت وليه كنت غايبه عنكم. فاتمنى ان انتوا تكونوا مسامحيني شويه شويه، واوعدكم والله في تغيير كبير قوي هيحصل، وهتشوفوا سلومه جديده جدا. طبعا دي مره كامل قلت فيها الكلام ده، لا ان شاء الله بجد هتشوفوا انبهار. هطلع اطبخ معاكم هتشوفوا انبهار بجد اوعدكم. تاني حاجه بقى، بما انه انا مزعلاكوا قوي الفتره اللي فاتت وكنت غايبه والكلام ده كله، بما اني انا برضي شعب انستجرام اكتر من شعب يوتيوب، فطبعا ده ما ينفعش، انا شخص مش عنصري خالص. فانا قررت اعمل مسابقه. المسابقه دي مش مطلوب فيها اي حاجه خالص غير ان انت تعمل بس كومنت هنا على الفيديو ده. هنختار من الناس من الكومنتس دي، هنختار حد هيفوز بهدية قيمة جدا جدا جدا. لو انت يعني ان شاء الله من بره مصر هتتبعت لك بريد. لو انت من جوه مصر لو انت يعني من مكان قريب مني هقابلك وهسلمها لك. لو انت من مكان بعيد عني هضطر ان انا ابعتها لك بريد او مع شركة شحن. فبس دي كده حاجة كده لطيفة مني كنوع من انواع الاعتذار انه انا غبت عنكم الفترة اللي فاتت فترة كبيرة قوي. اتمنى فعلا تكونوا مسامحيني ومش زعلانين مني، لانه انتم اهم جزء في حياتي حرفيا. والله لو تشوفوا عينيا دلوقتي مدمعة ومرقرقة بالدموع. بس اشوفكم بقى الفيديو اللي جاي، وباي باي، مع السلامة.